المذيعة المصرية دعاء عبد الحق تلقن الإسرائيلية كابتن إيلا درسا بعد سرقتها أغنية مصرية وتنسبها إلى إسرائيل. شوفوا الفيديو. الكابتن إلى هذا الأسبوع وتحت ما يسمى بالاحتفاء بعيد الاستقلال، وهذا سنتحدث عنه لاحقا، تنشر مقطعا عبر حسابها على فيسبوك يتضمن لقطات عن دولة الاحتلال وبين قوسين بطولات جيش الاحتلال، وذلك على أغنية حلوة يا بلدي، أغنية الفنانة داليدا الشهيرة والتي غنتها لمصر والتي لها قصة كبيرة. سرقتم ألحان وأغاني كثيرة من فنانين مصر وعلى رأسهم أم كلثوم، لكن يصل بكم الحال إلى سرقة أغنية وطنية مصرية. ألا يوجد لديكم ذرة إبداع واحدة؟ وبدلا من ذلك تؤلفون أغنية لعيد استقلالكم المزعوم، لكن يبدو أنكم لستم بحاجة إلى تلك الذرة من الإبداع ما دمتم تسرقون في أي وقت، فهذا ربما أسهل بالنسبة لكم، وهذا ما اعتدتم عليه. استخدمت أغنية حلوة يا بلدي. أي بلد حلوة لديك يا إله؟ أي بلد يمكن أن تكون حلوة وهي تنمو في تربة رويت بالظلم والإبادة والإجرام والإرهاب والدم؟ تسرقون الألحان والكلمات ظنا منكم أن الموسيقى ستمنحكم شرعية تفتقدونها، أو أن النغم العربي الأصيل سيمحو صرخات الضحايا من ذاكرة التاريخ الحقيقية. وتعليقات المصريين والعرب على منشور إلى أعتقد أن جميعها تستحق القراءة، لأنها تعكس وتدل على الوعي الذي لدينا. من بين هذا التعليق الذي توقفت عنده كثيرا والذي جاء فيه: الأغاني مثل الأوطان لها أصل وهوية لا تشترى بالدعاية. داليدا لم تغني هذه الكلمات لكيان ولد من العدم، بل غنتها لتراب مصر وشوارع شبرا التي عاشت فيها. أن تستخدموا صوت مصري ولحن شرقي لتدعوا الارتباط بالأرض، فهذا أكبر دليل على أنكم لا تملكون كلمة حلوة تخصكم ولا تاريخ يشبهنا.